بسم الله الرحمن الرحيم. مارسيل كولر خارج النادي الأهلي رسميا النهارده. التدريب كان المفروض يبقى الساعة 5 مساء، التدريب اتلغى خلاص، فمارسيل كولر خارج النادي الأهلي. مين بقى المدرب أو المدربين المرشحين اللي خلف مارسيل كولر؟ في مدرب دخل في الصورة جديد وهو دينو لامبارتي. مدرب انا مش مع المدرب ده جامد، لانه مش هو كلاعب كان لاعب كبير، لكن كمدرب مسيرته مش حلوه. المدرب التاني مدرب مصري وهو علي ماهر. علي ماهر مدرب حلو وهجومي وكل حاجه، بس انا برضه مش مع علي ماهر. في مدرب التالت كارلوس كيروش. كيروش هو كولر، يعني مفيش تغيير، هو بيدافع كيف يكون بيدافع فكده مش معاه. فالمدرب الرابع مارك روزا، مدرب كبير، مدرب هجومي. المدرب ده عاجبني لان نفس طريقه لعب هانز فليك مع برشلونه. المهاجم بيخلي المهاجم كده قدام، المهاجم ما بينزلش في خط النص اصلا. يعني انت لو بصيت على ليفاندوسكي ما بيتعبش طول الماتش. ليه؟ لانه ما فيش مجهود، لان انت الدفاع متقدم وبتهاجم وضغط. هو ده اللي ينفع معانا في كاس العالم مع العتاوله اللي في كاس العالم. فلو في مدرب فهيكون ماركو روزا، بس المدرب المشكلة في عقده اللي هو 4,500,000 دولار. فلو هو خفض وخلاه 3,500,000 دولار هيبقى معانا ان شاء الله في كاس العالم. بس احنا هنجيب دلوقتي مدرب مؤقت، وممكن يكون علي ماهر او يكمل سامي قمصان. بس لو كمل سامي قمصان فهيكون الدوري خلاص راح، هنطلع بموسم صفري، هو باين عليه اصلا. فاحنا لو طلع اقل حاجه الموسم ده لازم نبقى مركز تاني في الدوري عشان نقدر نلعب دوري ابطال. لاننا ممكن مره واحده تلاقي نفسك مركز تالت، يسامرك مركز تاني، الدنيا اتقلبت خلاص عليك. بس فمارسيل كولر جاي له عرض، او بيفكروا لسه نادي الهلال السعودي. نادي الهلال السعودي المدرب بتاعه خيسوس هيمشي، ممكن يكون المدرب البديل ليه مارسيل كولر. مارسيل كولر هم شايفين ان نجاحاته مع الاهلي مش قليله، مدرب عمل اكبر سلسله لا هزيمه مع الاهلي في دوري الابطال، عامل سلسله لا هزيمه السنه اللي فاتت في الدوري. مدرب خد بطولتين دوري ابطال، خد بطولتين دوري، خد 4 سوبر مصري، خد 2 كاس مصر، خد برونزيه كاس عالم، خد الانتر كونتيننتال، فاز على العين، خد بطولة ال3 قارات. مدرب كبير برضه، بس كل مدرب لوقته، وخلاص ادام بدأ يعاند في اللعيبة، بدأ يعمل مستوى بقى وحش، بقى يلعب ب5 دفاع. ليه بتلعب 5 دفاع؟ عشان معلول ما يلعبش. طب انت ليه؟ يعني هو الراجل أثر معاك، مع ان انت تستغرب لو بصيت على علي معلول السنة اللي فاتت قبل اصابته. كولر لو علي معلول ما بيريحش، احنا كنا بنشتكي من كولر ان هو ما بيقعدش علي معلول، ما بيريحوش. لكن ما اعرفش ايه اللي حصل السنه دي مع مارسيل كولر ومعلول. هنشوف اداره الاهلي هتعمل ايه. بس قدام في 46 ساعه قدام الاهلي هيكون معانا مدرب جديد، وهيعلنوا عن رحيل مارسيل كولر ان شاء الله الساعه 9 بالليل او بكره او بعده. بس مارسيل كولر خلاص مش هيلعب ماتش تاني مع الاهلي. وهنا نكون انتهت حلقتنا، ويا رب تكون عجبتكم. وما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. السلام عليكم.